عندي قصص كثيرة في مسألة الحوادث، كيف تستنبط منها شيء ثم تسقطه في الرقية، وهذا يحيلنا على الموعظة. إذا أخذنا استنبطنا هذا الأمر سوف يقول قائل: وكيف تسقط عليه آية تناسبه؟ هنا الوعظ مهم جدا في مسألة الرقية، والحمد لله على هذا المنهج أصبح يعتمد عليه كثير من الإخوة المشارق في المشرق وحتى في المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا التوفيق أو السداد. طيب، فالعجب هو أنها كانت صغيرة وأصيبت بأمر في الحمام لدرجة أنها كادت تموت واختنقت ولا زالت رضيعة صغيرة. فأكدت على هذا في الرقية، فصعد هذا العاشق يعني يسكنها منذ أن كانت صغيرة جدا، وبهذا السر كشف هذا الحال وهذا الواقع. يعني مسألة الرقية هي توفيق من الله، ثم لا بد أن تكون عندك الفراسة وتكون عندك بعد النظر والتحقيق، وأسأل الله أن ينير بصيرتنا. نعم، لا بد أن تسأل الله جل وعلا أن ينير بصيرتك، أن تسأل ربك جل وعلا أن ينير ماذا؟ بصيرتك، لتكون بإذن الله تعالى مسددا موفقا. طيب، مواعظك قوية جدا ومميزة ما شاء الله، بارك الله فيكم وأحسن الله أختي. فلا بد الموعظة حتى تؤثر في الجن، فلا بد أن تؤثر في صاحبها بداية. خذوها من قاعدة: لا تستطيع أن تحرك المنبر وأن تحرك قلوب الناس من على المنبر إلا إذا أنت أصلا رق قلبك لما تقول، وتحرك قلبك حقا وصدقا واعتقادا جازما بما تقول، فيوافق القلب اللسان، والجوارح تكون بإذن الله تعالى كلها تنصب في هذا الكلام، فيستشعر المتلقي إنسيا كان أو جنيا هذا الوضع. ثم بعد ذلك يسهل أن ينفذ هذا الكلام إلى داخل البدن، فيستقر عند الجني، فيتحرك ويضطرب بفضل الله عز وجل. وإن كان ماردا، وإن كان شيطانا، وإن كان عفريتا، كيفما كان حاله فإنه يذعن بأمر الله سبحانه وتعالى لهذا الوعظ. قال الإرباض بن سارية: النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا كأنها موعظة مودع. لا بد أن تستشعر أنك في هذا المكان كأنك بعدها ستموت، وتترك هذا الفيديو أو هذه الوصية أو هذه الحالة في شفائها أو هذا الجني بعدك حجة. لا بد أن تعظ هذا الجني بإذن الله تعالى موعظة بليغة. وهنا لا بد أن يكون للراقي نصيب، لا نقول يكون يعني مفوه، يكون يعني حول بلاغة، لا، لكن على الأقل يزن الكلام ويجمع الخطاب ويوصل المعلومة إلى المتلقي حتى يتأثر السامع ويتأثر بعدها من يسكنه. ولا بد أن تكون عنده قوة في جمع معلومات في التشخيص والاستماع وفي إسقاطها مباشرة بصيغة توافق الحالة التي أمامه، وهذا توفيق من الله سبحانه جل في علاه. فأحيانا قد ترى أن الحمد والشكر باب، وأحيانا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب، وأحيانا ترى أن آية في التأمل والتدبر والخشوع والدمع باب، وأحيانا ترى أن آيات التي تنذر بها وتحذر بها وتخيف بها باب، فيفتح الله عليك أبوابا كثيرة مع كل حالة، فيكون لك منهج تعرف به بفضل الله تعالى، هو على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تعرف عند الإنس وعند الجن على أنك صاحب فضل وخير، اعلمها واحفظها مني، لا تتعجل، قد تعلم بفضل الله تعالى، يعلم حالك في السماء، اسمعها واعقلها، إياك أن تتعجل. يعرف حالك بإذن الله في السماء على أنك صاحب فضل وخير، وأنك تدعو إلى الله عز وجل بالهدى والبصيرة. قل هذه سبيلي
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. حينما يكون هذا ديدنك وهذه سيرتك بالليل والنهار، وتسير عليها ليس يوم أو شهر أو عام، وإنما سنين وأعوام وعقود، فيعلم عند الله سبحانه وتعالى وأعلم بالخلق على أنك صاحب خير وتسير في الخير. نعم، فأنت إنسان، لك ما لباقي الإنس والخلق من ميولات، من رغبات، من متع، من زينة، لكن قلبك يكون مع الله، والله أعلم بقلوب عباده. والله جل وعلا يعلم همك الذي تحمله، أنك تكون نفعك متعد للغير، وقد تجعل الإيثار فتقدم الغير على نفسك، وربما تجود بالكثير لغيرك على حساب ذاتك وأهلك، ولو كان على حساب ذاتك وأهلك. فافقه معي هذا اللفظ، حينما يرى عليك، وهذا ميزان شرعي تقره الآيات والأحاديث، ويعرف حالك عند الله سبحانه وتعالى الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، ترفع الأعمال باثنين والخميس وأنت في عبادة الله تعالى في الدعوة إلى الله. أسلم الجني فلان، هدي هذا الإنسي فلان، شفي الإنسي فلان. وهذه أعمال لا تضيع في الميزان، في ميزان الدنيا بالأجر والثواب، وفي ميزان الآخرة بالادخار والنمو والنماء، والله يربيها لنا كما يربي أحد فلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لن تأجل الثمرة، وإنما الذي عليك أن يرى هو سعيك وقلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن قلوبكم وأعمالكم. فحينها الله جل وعلا يجود عليك بما يعود عليك بالنفع على الآخر. فكم من إنسان يرزق لأن الله تعالى علم أن فيه عطاء حتى يعطى الآخر، يجود الله عليه لأن علم أن يديه سخاء تجود على الآخرين، فالله تعالى يقول اللهم زد منفقا خلفا. هذا في المال، وحتى في العلم، وحتى في الرقية، فنفس الميزان. حينما الله جل وعلا يعلم وهو أعلم بخلقه على أن هذا العبد قد استعمله الله جل وعلا، لكن ما أدبر وما تولى وما أعرض وما استكبر، فالله تعالى يعطيه ميزان. فكلما علا رأى الله تعالى منه وهو أعلم بخلقه سبحانه أنه استعمل ما أعطاه في طاعة الله، إن أخذ بذاته وأهله، لكنه جاد بما هو فوق ذلك لله عز وجل. وهذا ميزان يحبه الله سبحانه وتعالى. حتى النبي قال لعمر، قال ما تركت لأهلك، فلا بد وإن ما أعطاك الله وتعطي لله تترك لأهلك ولنفسك، فكيف وكنت تجود بما هو فوق ذلك من مالك، وكل من الله وإلى الله في سبيل الله. فأنت بهذا الرأي وبهذا الميزان، حينما يعلم الله جل وعلا أن ما يجود به عليك أنت تنفق منه لله عز وجل ولو على حساب ذاتك وأهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما يعلم الله جل وعلا ويرى منك هذا حقا واقعا معاشا يوما ثم عام ثم أعوام، فأكيد أن الله عز وجل يثبتك، وأن الله عز وجل يغدق عليك بالنعم من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم. فهناك ميزان لابد أن يفهم، أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده العطاء، وهو صاحب الجود. فالله تعالى هو الغنى المطلق، أي لا يحتاج من عباده أن ينفقوا على عباده، فالله تعالى يجود، وسبق في تقديره وفي علمه أن الأرزاق قد قسمت. لكن حينما يوفق الله تعالى باختيار منه سبحانه وتعالى أن يراك في عمل يحبه الله، فهذا يزدك رفعة وعطاء، فأنت الفائز. إذن كل من بخل كما قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إذا لا بد أن يرى منك العطاء. العطاء لا يقتصر على مال، يقتصر على وجاهة، على شفاعة، يقتصر على دعوة، على علم. كل هذا الله جل وعلا يحب أن يراه. فحين يجمع هذا كله من راق، الله عز وجل يرتقي به في سلم الدنيا قبل سلم الآخرة. وقد يكون هذه الرفعة عاجل بشر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون قد سبقت الرفعة هناك ثم تكون له في الأرض. لكن لا بد أن نفصل بين هذه الرفعة وبين الاستدراج. الاستدراج إذا كان العبد في معصية الله، أما إذا كان في جنب الله وطاعة الله فهذا يكون تمكين في الأرض.
وهو القبول الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي والولاية، حتى أن الله عز وجل يقول: أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. فالراقي مجمل قوله هو دعاء. فحينما ترى أن الثمرة في الاستجابة فاعلم أن الله معك، وحينما ترى أن مرت اليوم والأيام والليالي والأسبوع والشهور وأنك لم تشفع، عندك حال تحسن ولم تكن استجابة في قبول آخر إنسي أو جني في الدعوة، فاعلم أن هناك باب موصل. فهناك عوارض لابد أن تراه وأن تبحث فيها أنت بذاتك وبنفسك، سواء في أهلك، سواء في والديك، سواء في نفسك، سواء في كسبك، سواء في سعيك، سواء في طاعة ربك، سواء في قلبك الذي هو داخل هذا البدن. أنت ربما تحمل داخله أشياء الله تعالى يعلمها لكن يبغضها ويكرهها، ثم تأتي وتقرأ. رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. قد تكون أنت من صاحب حقد ولكن توصي الجن أن لا يحقد على الناس. أنت صاحب مكر وخديعة وتوصي الجن أن لا يكون صاحب مكر وخديعة. فكيف يستوي الأمر؟ فلا بد أن تطهر أنت قلبك بداية من كل شائبة تشوبه، حتى يكون الوقع وقعا حقيقيا، حالا معاشا عيانا أمام هذا الجني أو المريض. حينها أنت تخشع مع ربك فيما يسمى بدرجات التفاوت في الإيمان. فأنت لك سلم تسير به فوق في النورانية، وهو ينزل به في السواد الشيطاني. فحينها أنت الموفق لأنك مع دين الله عز وجل. أما أن تكون سواء معه أنت بلباس التقوى ثم قلبك مسود بغلاف الحقد والكراهية والغل، ويدك تقبضها قبضا والعياذ بالله، وعقلك يفكر في معاصي الله جل وعلا، وربما تهم بالدسيسة والوقيعة، والهم هذا أمر عظيم الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذا هذه الأمور هي التي تجعل بعض في العلاج قوة وفي العلاج ضعف. يبقى الأمر بداية أصل الرفعة من الله والتوفيق من الله، لكن جعل الله ميزان تفاوت. كما حال المصلين، تجد الصلاة المصلي بين المصلي في الصلاة في صف واحد قدم على قدم، لكن بينهما أمور متفاوتة في القلوب حتى ترى الخشع والسكينة على البدن. نعم، وتفاوت بين السماء والأرض. هذه الأمور هي التي تكون بينك صدا ومنعا، وإن كان الذي يجلس في قاعة الرقية لا يراها، لكن الله جل وعلا يراها. وقد تكون الجن تلمسها وتحس بها، وهي أمور إلهية ربانية نورانية، هي زاد من الله عز وجل، وهو ما يسمى بالإيمان. لأن حتى مع الحمد الشيطان يستشعر الحمد، ومع الثناء يستشعر الشيطان الثناء، ومع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترتقي أنت في الآية فتزداد إيمانا وخشوعا، وما يلبث إلا أن ينفجر فتظهر الأعراض جلية أمامك ولله الحمد والمنة. أما أن تقرأ عليه قراءة من يقرأ في كتاب أو في جريدة أو قراءة الصحف، فهذه لا تنفع. قد تنفع مع الذي هو خفيف تزلزله حركة، أو حتى كلمة تمتم بها أو تعيدها وتكررها، أقصد بذلك كلمة تفهم معناها، السحر وما شابه. لكن إذا كان هذا العرض لاصق بعدة أصحاب أو بعشق أو بتعلق، فيحتاج منك إلى بسط. أول شيء الإيمان، ثم الاجتهاد، والاجتهاد لن يفتح عليك فيه إلا إذا فتحت بابا أنت بينك وبين الله وبين الإحسان إلى خلق الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله يقول: كانت تغلق علي المسألة حتى أقول ويكثر من هذا الدعاء: اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. إذا لابد أن تسأل ربك وأن تبرأ من حولك ومن قوتك، ولا بد أن يرى الله في داخلك أنك لا تنسب شيئا لنفسك. إياك أن تنسب شيئا لنفسك. قالت الجنية لابن تيمية: أخرج طاعة لك. قال: لا، إنما طاعة لله جل وعلا. فقد تظهر لك على أنها تهتز وترتعد، وأنت يركبك الغرور والكبر، فحبط عملك والعياذ بالله. إذا هذه كانت بداية مسألة التشخيص بمسألة حسن الاستماع والوقوف على عارض أو حادث تجعل منه رقية نافعة لهذا المتلقي. وهذا أمر سر عظيم، هذا سر عظيم لا بد أن يقف عليه بإذن الله تعالى المعالج، وهو أن يحسن الاستماع إلى هذا المريض. إضافة أن الاستماع هو علاج في حد ذاته، علاج أن تسمع إلى هذا المريض وأن تصغي إليه في حد ذاته هذا علاج، وهذا أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. فأنت تخفف عليه وطأة وحدة وشدة هذه المعاناة، وربما ينفجر هذا العدو من خلال هذه الشكوى التي يبثها إليك بعد الله سبحانه وتعالى. فيرى هذا الجني أو الشيطان أو العارض أو المارد أنك أنت أحسنت الاستماع وأحسنت الأسئلة وأحسنت التقييد بعض النقاط التي تراها مهمة، فما يلبث إلا وأن يركبه الهلع والفزع والخوف، وقذف الله في قلوبهم الرعب. إذن أنت لا بد أن تكون صلة بينك وبين هذا المتلقي المريض الذي يأتيك،
ليست منفعة قاصرة ذاتية لحظية أو يعني شيء مثل هذا. لا بد أن ترى على أن هذا الذي أمامك هو كنز ساقه الله إليك، سواء كان إنسي أو كان جني، سواء كان إنسي أو كان جني. أقصد بذلك هداية الإنسي فضل يضاف إليك من الله، وهداية هذا الجني كذلك هي فضل يساق إليك من الله عز وجل. ولهذا لا تتعجل في أذية هذا الجني أو حرقه أو تعذيبه، فما أرسلنا معذبين، ما كنا معذبين، ولهذا إنما أرسلنا بالرحمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نكون طعانين ولا لعانين. إياك أن تسبقك اللعنات، لعن أمك، يلعنك عدو الله، لا تلعن. أنت بهذا تسيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسيء إلى فضل من الله ساقه إليك وهو القرآن. فلماذا أنت لخصت الأمر في اللعن والطرد من رحمة الله؟ ولماذا لم تصبر عليه حتى يهدى ويكون ولي من أولياء الله جل وعلا؟ وما يدرك قد تقول لي أنت كذوب، وأقول لك وقد يسلم ويحسن إسلامه، فاصبر، فصبر جميل. لا بد أن تصبر. مما تعلمنا والصبر على الأذى فيه، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الأذى. أنت قد يسبك وقد يلعنك وقد يطعن فيك، وقد في المباشر يبدأ يتكلم بأمور يسمعها من قيل وقال في اليوتيوب من مقاطع. فلا بد أن تتجمل بالصبر، لا بد أن لا تتحرك لذاتك. إذا رأيت أنك تتحرك لذاتك أذب وألجم ذاتك ولا تؤذيه أبدا، وقل كففتها وحبستها طاعة لله جل وعلا، وإن كنت تخفيها فالله علمها وينصرك الله جل وعلا عليه. نعم. أو تقول كنت أريد بإمكاني أن أقوم الآن وأذبك على أنك أسأت إلي، لكني كففتها وحبستها ابتغاء مرضات الله جل وعلا، لأني أعلم أن إذا قمت لذاتي وما كنت لأنصر ذاتي، جئت هنا لأنصر كتاب الله جل وعلا وأنصر عباد الله الموحدين. قد يدفل في وجهك، وقد يبصق عليك، وقد يوزق ثوبك. إياك أن تتحرك لذاتك. لكن إذا سب الله وسب النبي وسب أمهات المؤمنين، فحينها قد تلزمه بالحجة وتضل له بعض القوة حتى يذعن ويسكن. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. إذا أنت في هذا الموضع وتظهر لربك جل وعلا هذا يوميا صباح مساء، وتظهر لملائكة الله. حينما أقول هذا فإني أتكلم مع العقول العاقلة والراقية. حين أقول تظهر لجني، لأن في هذا سوف يفتح باب. أنا أتكلم معك بداية حينما تظهر هذا لملائكة الله جل وعلا. وعندنا في السنن وعندنا في المسانيد وفي الصحاح أن الملائكة تتنزل عند ذكر الله، تغشاهم السكينة، تنزل عليهم الملائكة. وعندنا أن هناك ملائكة بفضل الله عز وجل تراقب، أنها سياحين طوافين يتمسون حلق الذكر. وعندنا ملائكة تعاقب فينا بالليل والنهار. إذن عندك ملائكة حفظة من الله عز وجل. عندك أمور كثيرة لها علاقة بالملائكة معك أنت يا عبد الله. فلا تنظر إلى الجانب السيء من سواد وشياطين. هناك ملائكة فتظهر لربك جل وعلا أنك في الخير، تحمل كتابا ترفعه ويذكر فيه اسمك أنك كنت في خير. هنا كنت في كلمة طيبة، هنا في إصلاح ذات بين، هنا في إنفاق في سبيل الله، هنا في علاج مبتلى، هنا ساحر شيطان كان يؤذي المسلمين والمسلمات أسلم لله على يد فلان يرفع في السماء، لقد تاب وأسلم الذي كان يطعن طعنات ويلعن لعنات، هذا أسلم لله جل وعلا. هذا الجني الملك قد أصبح هو جنوده وخدامه في دين الله. هذه العشيرة والقبيلة كان في دين الله سبحانه وتعالى. هذا المبتلى الذي كان يئين تحت وطأة الأورام والسرطان قد تاب، قد فاز بالشفاء بفضل الله تعالى. من السبب؟ إن فلانا قد جعل رسم البهجة والفرح على قلبه وعلى أبنائه وزوجه وعياله. إن الله يحب أن يرى الفرح والسرور والسعادة على قلوب العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم. فما ظنك وأنت ترى في هذا السعي وترى في هذا العمل بالليل والنهار؟ وانظر إلى هذا الحاصل يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، كيف يكون مقامك عند الله عز وجل. فإن الله تعالى يكون في حاجتك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان في حاجته. إذن انسى أمر المادة وانسى أمر من يدافع عنك، فإن الله يقيد لك ويؤيد لك ويدفع سبحانه وتعالى قلوب وأقلام تدب عنك وأنت نائم، وتدافع عن عرضك وعن قيمتك وأنت لا تعلم. هذا تيسير وتسخير من الله جل وعلا، لأن علمك أنك أنت هنا موجه. سوف نجعلك يا عبد الله من يدب عنك،
حتى ترى أن في الدعاء تقول حال قد يئست وقد يعني مللت من هذا الثقل، فما تلبث أن تدعو وأن تخشع فتراه إما أن يطعن أو تراه يخشع ويسكن أو يسجد رغما عنه أو يتوب ويرفع التوحيد والشهادة ويدمع. هذه مقامات وهذه أعراض وأحوال نراها يوميا، هذه مع الله لا ننسب شيء لأنفسنا، لكن لا بد أن ترى عليك ثمرة وهي الخير. واسأل الله تعالى الستر والعافية، فلا تعلم غدا كيف يكون حالك أو بعد عام ماذا يكون مقامك، ولولا أن ثبتناك كنت تركن إليهم شيئا قليلا. فلا بد من التثبيت، والعمل الصالح من جزء تثبت صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.